السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي، ازيكم وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنبص على بعض النماذج الخاصة بالاختبارات الشهرية بتاعتكم. السؤال الأول بيقول many students choose to study space to experience new cultures. العديد من الطلاب بيختاروا إن هم يدرسوا إيه علشان يعيشوا تجارب الثقافات الأخرى أو يتعرفوا على الثقافات الأخرى. abroad في الخارج، locally محليا، indoors داخل مكان، underground تحت الأرض. يبقى أكيد طبعا في ثقافات أخرى غير الثقافات بتاعتهم، يبقى هيدرسوا abroad في الخارج. One space of learning a second language is better job opportunities. طبعا هنا بيقول واحدة من انك تتعلم لغة تانية، وهي ان بيكون في فرص عمل افضل. يبقى دي فرص عمل افضل دي يا ترى هتكون disadvantage عيب او مشكلة خاصة باللغة التانية، advantage ميزة، struggle نضال او كفاح او يناضل، failure فشل. اكيد طبعا هيبقى فيه فرص افضل، يبقى اكيد دي ميزة من ميزات تعلم لغة تانية. It's important to wear space clothing for a job interview. من الضروري انك تلبس ملابس ايه لو انت رايح علشان انترفيو، مقابلة من اجل الحصول على وظيفة. يبقى اللبس بتاعك ده هيكون unnecessary غير ضروري، messy فوضوي، uncomfortable غير مريح، appropriate مناسب. يبقى اكيد لازم طبعا اللبس اللي انت هتلبسه يكون مناسب للانترفيو بتاع الوظيفة. She felt space before her final exams. She couldn't sleep well. هي شعرت ايه قبل الامتحانات النهائية بتاعتها؟ she couldn't sleep، هي ما كانتش عارفة تنام كويس. يبقى معنى كده ان هي كانت confident واثقة، relaxed يعني مستريحة هادية، stressed مضغوطة، joyful طبعا يشعر بالسعادة فرحان جدا. يبقى اكيد هي كانت stressed مضغوطة جدا. The space was too cold for a picnic so we stayed indoors. ايه كان too cold for a picnic؟ يعني الجو كان برد جدا جدا ان احنا يعني ما ينفعش نقوم بنزهة، ولذلك احنا قعدنا داخل البيت. يبقى the weather الطقس، climate المناخ، homework الواجب، traffic الازدحام المروري. اكيد طبعا انا استبعد سي واستبعد دي. طيب weather ولا climate يا مستر؟ طبعا weather معناها الطقس، دايما الطقس بيكون فيه specific place و specific time. طب احنا طالعين النهارده في المكان اللي احنا بنعيش فيه. climate طبعا معناها المناخ، بيبقى فترة زمنية ايه طويلة. 6. When making big decisions you should space in mind the possible consequences. لما تيجي make decisions، لما تيجي تاخذ قرارات كبيرة مهمة، انت لازم في بالك النتائج المحتملة. يبقى لازم ignore يتجاهل، throw يرمي يتخلص منه، keep يعني يضع في اعتباره، forget ينسى. يبقى انت اكيد لازم تخلي او تضع في اعتبارك النتائج الممكنة، يبقى keep in mind. 7. The internet has brought about significant changes in people's lives. طبعا الانترنت brought about ده تصريف رقم 2 من كلمة bring، معناها يحدث يسبب تغيرات significant مهمة جدا في حياة الناس. The antonym طبعا antonym اللي هو العكس، يبقى احنا محتاجين عكس كلمة significant. يبقى intended منوي او ينوي انه يعمل حاجة، great رائع او عظيم، essential ضروري، minor صغير. يبقى طبعا significant بارز هام، يبقى عكسها minor صغير او قليل الاهمية. The teacher is very happy at the moment. المدرس ايه فرحان جدا at the moment. اوعى تغلط الغلطة دي، تقول لي كده يا مستر احنا عارفين ان كلمة at the moment دي معناها في اللحظة الحالية. يبقى اكيد ده كده من الكيوردز بتاع زمن ال present continuous اللي هو am is are verb plus ing. اقول لك صح، بس احنا في عندنا حاجة اسمها stative verbs. الستيتيف فيربس دي اللي هي افعال الحاله، اللي هي الافعال ما ينفعش استخدمها في اي زمن مستمر، زي اي فعل معناه يبدو، زي كلمه سيم، زي كلمه لوك، زي كلمه ابير، زي فيرب تو بي. افعال بقى الحب والكراهيه لايك ولاف وهيت، افعال الامتلاك اون، بيلونج، بوزيس، هاف. وطبعا في افعال تانية كتير. فهنا كلمه سيم معناها يبدو، يبقى في الحاله ديت كده ما ينفعش استخدمه في ازمنه مستمره. يعني السيمنج غلط، isn't seeming عفوا غلط، is seeming برضو ده present continuous، ده بس negative وده positive. doesn't seem ولا seemed الاتنين كده مش أزمنة مستمرة. يبقى نبص على الجملة بتاعتنا في at the moment ده في الوقت الحالي، seemed ده past، يبقى معنى كده محتاجين doesn't seem عشان الجملة في البريزنت.
I space to the club tomorrow. I have too much homework to do. أنا أذهب إلى النادي غدا، أنا عندي واجب كتير جدا جدا. I had to go، طبعا tomorrow ده future مستقبل، يبقى مستر had ده past، يبقى تلقائي ده غلط. وكمان was going ده غلط، علشان طبعا هنا wasn't ده past برضو غلط. I don't go to the club tomorrow ولا I'm not going، تقول طبعا I'm not going، عشان ده present continuous بنستخدمه علشان نتكلم كده ان حدث arranged مترتب في المستقبل. don't go ده present simple بنستخدمه في الفيوتشر لما اتكلم في تايم تيبل، جدول مواعيد قطارات سفن طائرات وما شابه، يبقى طبعا غلط. can you hear those people what is space about؟ ممكن تسمع الناس دي هم ايه. طيب يبقى اقول لك اسمع الناس دي، ممكن تسمعهم، يبقى معنى كده ان هم اكيد بيتكلموا دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها. طيب عندنا الفعل كلمه توك معناها ايه؟ يتحدث، ده كده مش state of verb، يبقى معنى كده محتاج الناس بتتكلم دلوقتي، يبقى انت محتاج تسمعهم دلوقتي، يبقى في الوقت الحالي، يعني كلمة now يعني at the moment، يعني معنى كده ان ده present continuous، يعني انا محتاج am is are، وطبعا عندنا verb plus ing، يبقى تلقائي ده سؤال. do غلط، did غلط، are they talking ولا they are talking سؤال، بتقدم helping verb على subject، يبقى هنقدم are على كلمة they، يبقى الإجابة C. He hopes the conference space before he arrives because he would like to hear the final speech. هو بيأمل المؤتمر ايه قبل ما يصل. طبعا عندنا كلمة before after when as soon as، كل الحاجات دي كلها الأدوات الربط دي مادام في بعديها present يبقى الجزء التاني هيكون future وانت مغمض على طول. طيب وطبعا هنا علشان ايه بتكلم في ترتيب للأحداث بتاعتك، يعني تلقائي كده يا مستر hadn't دي غلط خالص، علشان had ده had والبي بي ده past perfect. طيب will have ended will end won't have ended كل ده future. طيب يبقى في عندنا 2 مثبتين وواحدة منفيين. هو بيأمل ان المؤتمر ايه قبل ما يصل، علشان هو محتاج يسمع، يبقى هو بيقول يا ريت المؤتمر يخلص ولا ما يخلصش قبل ما يصل. اكيد المؤتمر ما يخلصش قبل ما يصل، عشان هو عايز يسمع الايه الكلمة النهائية، يبقى انا محتاج نفي، يبقى wouldn't have ended. وطبعا نقول won't have ended ده زمن ايه؟ ده future perfect اللي هو المستقبل التام، اللي احنا بنقول كده ان حدث يكون تم وانتهى قبل وقت معين او حدث تاني في الفيوتشر. طيب السؤال رقم 12 will you space my car by the time I finish work at 6:30؟ طبعا ده سؤال هل انت ايه العربية بتاعتي by the time قبل ما اخلص الشغل بتاعي. ادي كلمة by the time تساوي كلمة before، في هنا كده present يا مستر، يبقى انا تلقائي كده ما ينفعش ابدا يكون في past. طيب ده في future اهو، ادي will. طيب عندنا كلمة fix معناها يصلح. هل انت ايه العربية؟ اكيد هل انت هتصلح العربية او هتكون صلحت العربية. المهم ان ده هنا يكون ايه؟ يكون active طبعا يعني مبني للمعلوم، علشان في السبجكت اهو انت. طيب will you be fixed دي غلط، علشان مادام في verb to be ومادام في التصريف الثالث يبقى معنى كده على طول ان ده passive مبني للمجهول، يبقى ده غلط. طيب have fixed ده مبني للمعلوم، have been fixed ده مبني للمجهول، علشان في been ده اللي هو تصريفات verb to be وفي بعدها التصريف الثالث، يبقى دي كده غلط. يبقى يا ترى B ولا دي؟ ايه الفرق؟ لما اقول will you have fixed انت هتكون صلحت، خلاص العربية هتكون اتصلحت. طيب وهنا be fixing انت هتكون بتصلح العربية. طيب قبل ما انا اخلص الشغل بتاعي الساعة 6، يبقى معنى كده هل انت هتكون خلصتها او صلحتها قبل ما انا اخلص شغل، يبقى ده كده future perfect واكتف مبني للمعلوم، يبقى هنحتاج رقم B. 13 I will be looking for a new job while you space abroad. ادي في هنا كلمة while اهي، في الجزء اللي هنا ده كده future، يبقى الجزء اللي ده يكون على طول present مضارع، يعني where غلط، يعني كمان will غلط، علشان ما ينفعش الجزئين يكون فيهم مستقبل. طيب are ولا have been؟ الاتنين present يا مستر، بس الفكرة في المينينج في المعنى. انا هدور على وظيفة بينما انت ايه في الخارج، بينما انت بتكون في الخارج، يعني الوقت اللي انت فيه في الخارج انا هكون بدور على وظيفة، يبقى هنحتاج are علشان ده كده present simple. انما have been ده present perfect، هقول كده لما انت يعني كنت في الخارج
يعني طبعا بنقول كده ان حدث بدأ واستمر لغاية دلوقتي، او حدث بدأ في الباست وانتهى في الباست بس ليه افكت دلوقتي. المهم ان معناها مش راكب على الاطلاق. طيب طبعا بالنسبة للأسئلة بتاعت الترجمة زي ما احنا متعودين، احنا بنقرا كده مثلا ايه كم كلمة كده، يعني بننزل بشكل راسي وبنشوف الاختلافات اللي موجودة ما بين الكلمات، وبعد كده بنطلع على الايه الجملة اللي بالانجلش على طول. تساعد قراءة الكتب في تحسين المعرفة وتطوير مهارات التفكير. رقم بي بتقول تساعد قراءة الكتب في تحسين المعرفة وتطوير مهارات التفكير. لغاية كده الاتنين زي بعض. طيب سي تساعد قراءة الكتب في تحسين المعرفة وتقليل. طب ده فوق بيقول تطوير وهنا تقليل. طب ده هنا بيقول reading books helps improve knowledge and develop، يبقى تطوير، يبقى معنى كده ان سي غلط. طيب دال او دي تساعد قراءة الكتب في تحسين المهارات البدنية. طب ده هنا بيقول reading books helps improve knowledge and develop thinking skills، يبقى معنى كده المهارات البدنية دي كده مش موجودة، يبقى غلط. يبقى انت كده ما بين A وما بين B. طب الجزء الثاني يقضي القليل من الأشخاص الناجحين وقتهم في القراءة يوميا، ويقضي العديد من الأشخاص، يبقى هنا في القليل وفي العديد. many successful، طبعا many معناها العديد، يبقى تلقائي القليل دي إجابة خاطئة، يبقى احنا هنروح إلى رقم B. طيب الجملة الثانية نفس الفكرة، بيقول كده ايه protecting the environment is a shared responsibility between individuals and governments. طيب الجملة الثانية protecting the environment is an individual responsibility. هنا بيقول a shared responsibility يعني مسؤولية مشتركة، وهنا بيقول an individual responsibility يعني مسؤولية فردية. طيب نرجع كده بيقول يعد الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، يبقى معنى كده individual responsibility دي غلط. طيب C protecting the environment is a shared responsibility between individuals and governments. لغاية كده تمام. طيب D protecting the environment is not a responsibility، ليست مسؤولية، طبعا دي غلط خالص. يبقى احنا كده ما بين A وما بين C. طيب الجزء الثاني by reducing pollution and recycling we can protect our planet for future generations. طب هنا by reducing pollution and recycling we can destroy، ده في هنا protect يحمي وفي هنا destroy يدمر، يبقى معنى كده هنا بيقول من خلال تقليل التلوث وإعادة التدوير يمكننا حماية، يبقى معنى كده ان destroy دي غلط، يبقى protect هي الإجابة الصح، يبقى الإجابة بتاعتنا A. النموذج الثاني بيقول كده Cairo is the largest space in Egypt with a high population density. يعني القاهرة تكون أكبر إيه في مصر وفيها طبعا كثافة سكانية عالية جدا. district حي، ولا village قرية، ولا governorate محافظة، ولا neighborhood طبعا منطقة سكنية أو يعني الجيرة يعني. أكيد طبعا القاهرة دي governorate محافظة، يبقى الإجابة رقم C. It's rude to space someone while they are speaking. طبعا rude من الوقاحة إنك إيه شخص أثناء الكلام. interrupt يقاطع شخص أثناء الكلام. listen to تستمع إلى. encourage يشجع. agree with يوافق مع. واحد بيتكلم يبقى طبعا من الوقاحة إنك interrupt إنك تقاطعه أثناء الكلام. after moving to a new city بعد الانتقال إلى مدينة جديدة she felt نقط، هي حست بإيه because she had no friends، ما كانش عندها أي أصدقاء خالص هناك. يبقى هي كانت energetic مفعم بالنشاط والطاقة والحيوية. excited متحمس. joyful سعيد جدا. lonely يشعر بالوحدة، أكيد ما كانش عندها أصدقاء، يبقى معنى كده إن هي كانت lonely تشعر بالوحدة. she felt space about her presentation because she had prepared well. هي حست إيه بخصوص العرض بتاعها علشان هي يعني جهزت بشكل كويس جدا، يبقى هي كانت إيه nervous قلقانة. confident واثق. unsure غير متأكد. worried قلقان. طبعا جهزت بشكل كويس، يبقى هي أكيد كانت confident بمعنى واثق جدا. the results of my exam are نقط. طبعا نتائج الامتحانات تكون ايه but، ولكن I hope to do better next time، ولكن انا أأمل ان انا احسن المرة اللي جاية. خلي بالنا علشان الفكرة كلها هنا في كلمة but دي طبعا معناها ولكن. النتائج الامتحانات كانت ايه ولكن انا عايز احسن المرة الجاية. satisfactory مرضية. excellent ممتازة.
terrible سيء جدا، disappointing محبط. اوعى تروح تقول ما بين سي وما بين دي لان الاتنين غلط. ليه؟ لو الاتنين هختار واحدة منهم كنت اقول كده نتائج الامتحانات سيئة جدا او محبطة، ولذلك انا امل ان انا احسن المرة اللي جاية. انما ولكن انا عايز احسن تاني، يبقى معنى كده ان النتائج كانت satisfactory مرضية، بس انا محتاج ازود شوية. طب excellent ما ينفعش excellent عشان الدرجات ممتازة. طب انا ممتازة يبقى ليه احسن؟ يبقى معنى كده ان بي اجابة خاطئة. سؤال رقم 6. The space of the new bridge will take about 2 years to complete. A الخاص بالكوبري الجديد سوف يستغرق 2 علشان يكتمل. Traffic الازدحام المروري، destruction تدمير، construction بناء، painting رسم. أكيد طبعا هيستغرق 2.5 عشان أو 2 عشان يكتمل، يبقى ده construction عملية إنشاء أو بناء الكوبري الجديد. سؤال رقم 7. They bought a house in the space because they preferred a quiet area outside the city. هم اشتروا منزل في ايه او فين علشان هم بيفضلوا منطقة هادية خارج المدينة. يبقى معنى كده المنزل ده هيكون في الداون تاون وسط البلد. سوبرب اللي هي معناها ضواحي المدن، ضواحي الاماكن البعيدة عن وسط البلد، يبقى اكيد دي الاجابة الصح. سكاي سكريبر ناطحة سحاب. مول طبعا مول، يبقى مادام في quiet area outside the city يبقى على طول ده كده هيكون superb اللي هي الضواحي أو الضاحية. She always space her homework before dinner. هي دايما ايه الواجب بتاعها قبل الايه الدينر. طبعا عندنا كلمة always دائما، وهنا مفيش أي حاجة تدل على الباست، يبقى معنى كده إن الجملة دي كده في البريزنت. طيب يا ترى يا مستر present ايه؟ دايما بيكون present simple مضارع بسيط. she always has done غلط. كانت تنفع لو انا اقول لك كده she has always done، كانت تبقى صح، بس طبعا هنا ما ينفعش always has done يبقى غلط. طيب she always is doing نفس الفكرة، ينفع استخدم always برضو مع ال present continuous، بس انا اقول she is always doing يبقى هنا كده غلط. طب did مفيش حاجة تدل على الباست، يبقى معنى كده she always does the present simple. طبعا always و usually و sometimes كل ظروف التكرار دي بتجي قبل الفعل الأساسي ولكن بعد verb to be am أو is أو are. They spaced dinner at the moment so they can't answer the phone. هم ايه الدينر دلوقتي في الوقت ده، ولذلك هم مش هيقدروا يردوا على التليفون. طيب eat طبعا معناها يأكل، يبقى معنى كده يا مستر أكيد بياكلوا دلوقتي، يبقى حدث بيحصل دلوقتي، يبقى ده present continuous. يبقى أنا عايز am is are verb plus ing، يبقى الإجابة رقم B. طبعا خلي بالك علشان ايه ده مش state verb، ده في الازمنه المستمره عادي. by the time you wake up I space breakfast. ادي by the time تساوي كلمه before، you wake ده كده present، يبقى هناك هيكون future قبل ما تصحى انا ايه الفطار. I will be preparing انا هكون بجهز، يعني قبل ما تصحى انا هكون مجهز ولا هكون جهزت؟ تقول طبعا قبل ما تصحى انا هكون جهزت، خلاص يعني انت هتقوم هتلاقي الاكل جاهز. يبقى will be preparing دي غلط عشان ده future continuous يعني الحدث لسه هيكون مستمر. طب I prepare ده present simple، مفيش هنا حاجة تدل مثلا على ان هي habit، يعني مثلا ما قالش always، ما قالش usually، never وما شابه، يبقى معنى كده ان دي غلط. will have prepared the future perfect قبل ما تقوم من النوم انا هكون جهزت، يبقى معنى كده الاجابة رقم C. طب I'm going to prepare هنا قبل ما تقوم من النوم ده am او is or going to plus infinitive ده صح، ده future، بس معناها برضو قبل ما تقوم من النوم انا هبدأ اجهز، لا انا خلاص هكون جهزت، يبقى الاجابة رقم C. 11 at this time tomorrow في الوقت ده من بكرة we not to نيويورك، احنا ايه الى نيويورك. we have traveled طبعا غلط، ده في tomorrow يبقى ده كده ما ينفعش اجيب معاه present perfect. will travel صح ده future. are traveling ده present continuous بس بنستخدمه في الفيوتشر. will be traveling ده future continuous، 3 future. طب بقول لك في الوقت ده من بكره احنا ايه الى نيويورك، يبقى في الوقت ده من بكره احنا هنكون مسافرين الى نيويورك، يبقى في الوقت ده الحدث هيكون شغال هيكون مستمر، يبقى we will be traveling to نيويورك. رقم 12 I think she spaced the competition. أنا أعتقد هي إيه المسابقة. طبعا في هنا think وما فيش عندك دليل، يبقى ده مباشرة بنستخدم معاه will، يبقى I think she will win the competition. طبعا am is are going to ما فيش أي evidence وبالتالي غلط. wins ده بتاع التايم تيبل
جداول المواعيد فغلط، وهاز 1 طبعا غلط خالص. which sentence is incorrect؟ أي جملة غير صحيحة. يعني معنى كده إن في 3 صح وفي واحدة غلط. she owns a car، هي بتمتلك سيارة، دي جملة صح. ليه؟ علشان ادي she الفيرب بتاعنا اخره اس، ده present simple. she is owning a car، دي غلط. ليه يا مستر؟ ما ادي she بتاخد is وبعد am is are في الفيرب بلس ing، لان كلمة own ده يمتلك وده كده stative verb، ده فعل حالة، وافعال الحالة اللي معناها يمتلك ما ينفعش استخدمها في الازمنة المستمرة. يبقى معنى كده ان بي ده كده الإجابة الخاطئ، يعني هي الإجابة الصح في السؤال ده. she has a car، ما هي نفس الفكرة، تمتلك سيارة، وhas ده stative verb هنا، يبقى معنى كده إن ده إجابة صح. she possesses a car، possess بمعنى يمتلك، وهنا she فالverb بتاعنا حطينا فيه es في الآخر وده stative verb، يبقى دي إجابة صحيحة. يبقى الإجابة رقم B هي incorrect، الإجابة الخاطئة. طيب السؤال للترجمة نفس الفكرة. التمارين الرياضية ضرورية لصحة الجسم والعقل. التمارين الرياضية ضرورية لصحة الجسم والعقل، الاتنين زي بعض. التمارين الرياضية ضرورية لصحة الجسم فقط. طب ده هنا بيقول exercise is essential for a healthy body and mind، يبقى معنى كده ان سي غلط. التمارين الرياضية ضرورية لصحة الجسم والعقل، التلاتة كده زي بعض. طب نكمل. النشاط البدني المنتظم يزيد التوتر ويقلل الطاقة. النشاط البدني المنتظم يقلل، يبقى في هنا يزيد التوتر وفي هنا يقلل التوتر. طب ده بيقول regular physical activity reduce معناها يقلل، يبقى معنى كده ان اي دي غلط. طيب النشاط البدني المنتظم يجعل الشخص متعبا طوال اليوم، فاكيد طبعا دي برضو غلط علشان مفيش يجعل خالص هنا، يبقى تلقائي الإجابة رقم B. السؤال التاني بتاع الترجمة بيقول كده good sleep plays an important role in improving overall health. طيب good sleep plays an important role in improving overall health، الاتنين كده زي بعض. طيب C good sleep plays an important role، ده في هنا rule باليو وهنا role بالأو. طيب role بالأو ده معناها دور، طب ورول باليو دي معناها قاعدة أو مبدأ أو قانون أو يحكم. طب ده هنا بيقول يلعب النوم الجيد دورا، يبقى دورا يبقى معنى كده رول بالأو، يبقى رول رقم سي دي كده غلط. طيب دي good sleep doesn't play، لا يلعب، دي يبقى دي غلط خالص، يبقى أنت كده ما بين A وما بين B. طيب الجزء الثاني هنا بيقول lack of sleep، قلة النوم may lead to serious health problems such as high blood pressure and a weakened immune system. طب هنا getting more sleep الحصول على نوم أكتر، وهنا بيقول lack of sleep نقص النوم. طب نبص هنا كده قلة النوم، يبقى قلة النوم اللي هي lack of sleep، يبقى getting more sleep دي غلط، يبقى الإجابة رقم A. نموذج رقم 3 The news about the new museum is spaced in all newspapers. الأخبار بخصوص المتحف الجديد تكون ايه في كل الجرائد. طبعا هنقول هنا ملاحظة بسيطة، احنا طبعا عندنا كلمة نيوز معناها أخبار بالعربي ده اسم جمع، إنما بالإنجليش ده اسم uncountable مفرد لا يعد، وبالتالي لازم الفيرب يكون مفرد برضو، ففي هنا كلمة is. طبعا الأخبار بتاعة المتحف الجديد في كل الجرائد يبقى أكيد منشورة في كل الجرائد. spread معناها ينشر أو ينتشر، prohibited معناها يمنع أو يحرم، published معناها منشور، accepted مقبول، يبقى أنا أكيد مش عايز B ومش عايز D. طيب spread ولا publish؟ ينشر في مجلة، في كتاب، مش عارف قصة وما شابه، يبقى publish. spread دي معناها ينشر أو ينتشر، أخبار بتنتشر among people بين الناس، أو مثلا معناها مرض بينتشر، وباء بينتشر، حريق بينتشر، يبقى كل ده كده spread. My space job enables me to pay for all of my living costs. الوظيفة ايه؟ بتمكنني ان انا ادفع كل تكاليف المعيشة بتاعتي. past job الوظيفة السابقة، solar طبعا دي معناها شمسي، noisy مزعج، current حالي. في هنا enables ده present، يبقى معنى كده الوظيفة الحالية بتاعتي، يبقى A غلط، يبقى الإجابة رقم D. 3 can I space my mobile to your computer to charge it؟ ممكن أنا أي تليفوني إلى الكمبيوتر بتاعك علشان أشحنه. contact ممكن ممكن أنا أتصل تليفوني، طبعا غلط. communicate يتواصل
طبعا غلط. كونتاكت معناها يصل او يربط، وتاي برضو معناها يربط. طيب في هنا بقى الموبايل الى الكمبيوتر، يبقى اكيد يوصل جهاز بجهاز او حاجة بحاجة، يبقى كونكت. تاي معناها يربط مثلا باستخدام حبل، او يعمل مثلا عقدة، او معناها يربط ما بين حاجتين، يكون في ريليشن، يكون في علاقة ما بين الاتنين. انما في هنا هنوصل جهاز بجهاز او آلة بآلة، يبقى connect. 4. I should space notes of his errors and work on them. انا يبقى طبعا ملاحظات على الاخطاء بتاعته وكمان نشتغل عليهم. يبقى طبعا هنا الفكرة كلها في كلمة note، يبقى معنى كده اكيد make notes يعني يدون ايه ملاحظات. طبعا دي كده اللي هي الكولوكيشنز، الاسماء معينة بتاخد افعال معينة. 5. His space was full of information. Everyone asked him to send it to them. طبعا ايه المتعلق به كان مليء بالمعلومات، الناس كلها طلبت منه ان هو يبعته لهم او يبعت الحاجة دي كده ليهم. acceleration معناها السرعة. gift هدية او موهبة. presentation العرض التقديمي. affection اعجاب، يبقى كده العرض بتاعه كان مليء بالمعلومات، يبقى الاجابة رقم سي. Unfortunately لسوء الحظ the patient didn't know to treatment so he was taken to hospital. لسوء الحظ المريض لم إلى العلاج ولذلك هو أخذ إلى المستشفى. يبقى didn't appear to treatment لم يظهر إلى العلاج، طبعا غلط. refer to بمعنى يحول واحد، مثلا رايح تكشف عند دكتور فبيحولك إلى دكتور تاني، يبقى معنى كده refer غلط. reply يرد. respond يستجيب، أكيد طبعا المريض مش هيرد على العلاج ولكن respond بمعنى يستجيب للعلاج. سؤال رقم 7. Despite his injuries بالرغم من الإصابات بتاعته the athlete continued to space to reach the finish line. بالرغم من الإصابة بتاعته الرجل الرياضي ده استمر لكي يصل إلى خط النهاية. يبقى استمر في struggle النضال الكفاح. relax الاسترخاء. surrender يستسلم. celebrate يحتفل. أكيد طبعا بالرغم من الإصابة بتاعته إلى أن هو استمر في النضال الكفاح، يبقى struggle. I space for the nearest metro station. Can you tell me where it is? أنا عن طبعا أقرب محطة مترو، أنت ممكن تقول لي هي مكانها فين؟ I look ولا I have looked ولا I'm looking ولا I looked. طبعا ممكن تقول لي هي مكانها فين، يبقى أكيد السؤال ده في البريزنت، يعني looked دي غلط. طيب يعني أنا إلى أقرب محطة، يبقى كده أنا بدور دلوقتي، يبقى أنا عايز أعرف أقرب محطة فين دلوقتي في الوقت الحالي، يبقى معنى كده احنا بنتكلم في حاجة بتحصل دلوقتي، يبقى احنا محتاجين present continuous مضارع مستمر، يبقى am is are verb plus ing، يبقى I am looking. خلي بالك بقى من ملاحظة ان كلمة look لما يكون معناها بتساوي كلمة seem، بتساوي كلمة زي verb to be، زي كلمة appear، يبدو ده كده state verb، يعني ما ينفعش اقول he is looking sad، الجملة دي كده غلط. اقول كده he looks sad، هو يبدو حزين. بس ينفع اقول لك كده he is looking at the mirror sadly، هو بينظر الى المرآة بحزن. هنا look هنا معناها يبدو، يبقى ده كده state verb. انما هنا look for معناها يبحث عن، يبقى استخدمها عادي في الازمنة المستمرة. 9. the food is based well it's full of spices. الطعام كويس، ده هو مليء بالتوابل. عندنا طبعا كلمة smell، خلي بالنا بقى علشان عندنا مثلا كلمة smell، عندك مثلا كلمة taste، عندنا مثلا كلمة way يزن. الأفعال اللي هي الخاصة بالحواس دي مثلا ينفع ان هي تستخدم في present simple او ينفع في present continuous على حسب المينينج بتاعها. طيب ازاي يا مستر؟ لو احنا هنقول كده يا جماعة الحاجة نفسها، يعني السبجكت نفسه يكون الحاجة اللي بتدينا رائحة، بتدينا مذاق، بتدينا وزن، بتدينا ملمس وما شابه، في الحالة دهيت كده ده stative verb. ايه اللي بيدينا المذاق؟ الطعام، يبقى معنى كده ان ده على طول ده كده stative verb، يعني انا محتاج smells. طيب لو انا هقول بقى كده مثلا my mother، الطعام، يبقى my mother is tasting the soup، عشان الأم نفسها مش هي اللي بتديني المذاق، ده الأم بتتذوق الحاجة. طيب زي الجملة اللي بعديها كده نخلي بالنا it's proved that the average male tiger، يعني تم إثبات إن متوسط النمر الذكر around
200 كيلو جرام. يبقى معنى كده مين اللي بيزن؟ التايجر. يبقى التايجر هو اللي بيدينا الوزن، زي الطعام هو اللي بيدينا الرائحة، بيدينا المذاق. يبقى معنى كده ان ده stative verb. يعني معنى كده weighed غلط، is weighing غلط عشان ده present continuous، has been weighing ده present perfect continuous، كل ده أزمنة مستمرة يبقى weighs. بس تعالى مثلا نتخيل كده، لو انا اقول لك كده ايه، انا معايا شنطة فانا بزن الشنطة دي عشان اعرف وزنها قد ايه، فاقول لك كده I am weighing مثلا كده the tomato، انا بزن الايه؟ الطماطم. يبقى معنى كده مش انا اللي بدي وزن، ده انا بزن حاجة عشان اعرف وزنها قد ايه. يبقى في الحالة دهيت كده كان ينفع اقول I am weighing the tomato. انما هنا التايجر نفسه هو اللي بيديني الوزن، يبقى معنى كده ده stative verb. 11 after I finish my work، بعد ما بخلص الشغل بتاعي I not my friend at the club، انا ايه؟ صديقي في النادي. ادي في after، في هنا present simple اهو، يبقى الجزء اللي هناك هيكون future. I will have seen future، I will be seeing future، I will see future، I was going to see. طبعا دي غلط خالص عشان ده كده اللي هو الايه؟ الباست، بالتالي غلط. طيب خلينا نستبعد رقم بي. ليه يا مستر؟ علشان المينينج بتاعها مش مظبوط. بقول لك بعد ما اخلص شغل انا هكون بشوف صاحبي في النادي، لا طبعا ده present continuous بستخدمه علشان اقول ان حدث هيكون مستمر في المستقبل في وقت معين، وهنا مفيش استمرارية. طيب I will have seen ولا I will see؟ الفكرة كلها في المعنى. will have seen انا هكون شفت، فانا هقول لك بعد ما اخلص شغل انا هكون شفت صاحبي في النادي، او انا هكون قابلته في النادي. ازاي ده انا في الشغل؟ يبقى معنى كده ما ينفعش will have seen، ولكن I will see. بعد ما هخلص شغلي انا هقابل صديقي في النادي، يبقى ده كده future simple اللي هو will plus infinitive. 12 you space for Mr. محمد's office aren't you، انت الى او انت ايه؟ المكتب بتاع مستر محمد، أليس كذلك؟ طبعا هنا تقول يا مستر ازاي هنا يو وازاي في هنا question mark في الاخر؟ اقول لك ماشي، دي كده اسمه الكويستشن تاج. ايه الكويستشن تاج ده كده؟ ده هنا كده بيكون في جملة خبرية عادية، في subject وفي verb وفي تكملة وفي كوما، وفي بعد كده يعني helping verb او model verb am is are was were do does can could وما شابه، وفي السبجكت وفي question mark. يبقى ده كده اسمه الكويستشن تاج. لو الكويستشن تاج ده نفي يبقى الجملة اللي قبلها هتكون إثبات، والعكس لو ده إثبات هيكون ده نفي. طب ده في هنا aren't نفي، يبقى هنا هيكون إثبات. طب كلهم مثبتين يا مستر، لما في هنا كلمة aren't يبقى أكيد إحنا بنثبت باستخدام كلمة are، يبقى معنى كده أنا محتاج A. You are looking for Mr. محمد's office aren't you. لو look ده present simple يبقى كنت أقول كده don't you. طيب will look كنت أقول هنا كده won't you. طيب looked كنت أقول didn't you. سؤال رقم 13 tomorrow I space all the day. طبعا tomorrow بكرة ايه؟ all the day. all the day معناها طول اليوم، يبقى أنا أكيد طول اليوم أنا هكون بعمل حاجة، حدث هيكون مستمر. I will have worked بكرة أنا هكون اشتغلت طول اليوم، لا. I will be work will و be كان لازم يكون فيه verb plus ing، يبقى ده غلط. I will work أنا هعمل طول اليوم، والله I will be working أدي will و be و verb plus ing، يبقى ده كده present future continuous بنستخدمه علشان نقول إن حدث هيكون مستمر في المستقبل. مثلا بقى كده from 5 to 7 between 1 and 3 all day at this time وما شابه، يبقى كده هنروح لرقم D. الترجمة: تشتهر المعسكرات الصيفية بتوفير بيئة آمنة. تشتهر المعسكرات الصيفية بتوفير بيئة صحية. يا مستر في هنا آمنة وفي هنا صحية. طيب نبص. Summer camps are known for providing a safe environment. يبقى معنى كده ان الصحية دي إجابة خاطئة، يبقى كده بي غلط. طب تشتهر المعسكرات الصيفية بتوفير بيئة آمنة. تشتهر المعسكرات الصيفية بتوفير بيئة آمنة. طيب يبقى انت كده A و C و D. طب نكمل. حيث يكتسب الأطفال الثقة بالنفس عندما يتعلمون مهارات جديدة. طيب C حيث يكتسب الأطفال الثقة بالنفس عندما يتعلمون مهارات جيدة. طب ده في هنا جديدة وفي هنا جيدة. طب نبص. Where children gain self-confidence as they learn new skills. يبقى مهارات new جديدة، يبقى معنى كده إن C غلط عشان دي جيدة. طيب حيث يطور الأطفال الثقة
بالنفس. طب ده في هنا يكتسب وفي هنا يطور يا مستر. طيب يبقى معنى كده احنا قلنا كده children gain معناها يكتسب مش يطور، يبقى معنى كده ان بي غلط، يبقى الاجابه الصح اللي هي A. طيب قطعه الترجمه الثانيه بيقول كده the modern Egyptian diet was filled with fish and meat. طيب هنا the ancient Egyptian ده في هنا modern وفي هنا ancient يا مستر. طب كان النظام الغذائي المصري القديم، يبقى modern غلط. طب the ancient Egyptian diet was filled with fish and meat. طيب خلي بالنا ده في هنا بيقول filled وفي هنا بيقول filled. filled معناها يرسب يسقط في امتحان، وfilled كده معناها يعني مليء ب ممتلئ ب، يبقى اكيد هنا بيقول مليء بالاسماك، يبقى معنى كده ان بي كمان غلط. طيب دي the ancient Egyptian diet was filled with fish and meat لغاية كده صح. طيب نبص بقى على الاختلافات نكمل. the peasants and the poor ate meat only on special occasions. طب هنا the peasants and the poor ate meat only on special festivals. ده في هنا occasions مناسبات، وفي هنا festivals معناها مهرجانات أو احتفالات. طب بيقول هنا كده مناسبات خاصة، تقول لي يعني طب احنا ممكن نكمل عشان ممكن occasion زي festival نكمل. Most of the Egyptian dishes were very tasty, cheap and nutritious. Most of the Egyptian dishes were very tasty, cheap and nutritious. طيب امال ايه الاختلافات؟ تقول لي كده يا مستر يبقى كده الاختلاف ما بين occasion وما بين festival، لا يبقى معنى كده في هنا كده مناسبات، يبقى اكيد festivals دي غلط عشان festival معناها مهرجانات او احتفالات، يبقى احنا كده هنروح الى C.